الكويت الدكتور يوسف السريع الباحث في التراث والأدب الفني، وهنا في الاستوديو الأستاذ يحيى مفرح زريقان المؤرخ والناقد الفني السعودي، فحياكم الله وبياكما. في طرح قيل، ودي معنا الدكتور يوسف كمان يشاركنا النقاش هنا، أنه اليمن، طبعا اليمن بلد الحضارة وبلد الفنون وكذا، اليمن هو الأصل، اليمن هو مصدر الفنون، كل الفنون إلى كل الجزيرة العربية، والجزيرة العربية بسواحلها ونجدها وحجازها ليست إلا مستهلكا ومنوعا على الفن اليمني، ويضربون لذلك الأمثال الكثيرة. هل تتفق مع هذا الرأي أستاذ يحيى؟ مع كل الاحترام لما قيل، هذا الكلام غير صحيح. غير صحيح. تاريخيا مصدر الفنون في اليمن نابع من المدينة ومكة، عندما هاجرت الدانة المكية إلى اليمن ونتج عنها أو ولد منها الموشح الصنعاني، كما ولد من الدانة المكية الصوت الخليجي. دكتور يوسف، تتفق مع هذا الكلام حول دور أنا حديث الدستور في الفن اليمني أو المنبع اليمني؟ نعم. شوف اليمن، احنا دائما يعني شوف اليمن تاريخ وحضارة، ويعني يمكن أنا أخالف أستاذي. اليمن لها تأثير واضح، وطبعا احنا نتكلم عن التأثير والتأثر. احنا تأثرنا باليمن، تأثرنا فيها في نجد وفي الحجاز وفي الخليج. إذا اللون جميل والفن جميل. دائما احنا لما نيجي ابحث عن اي فن الا اجد ان هذا الفن لحد الان مستمر في بلاده، فلذلك تشوف الصنعاني لحد الان اهل صنعاء يجيدونه. لما نجد الفن الحضرمي لحد الان الفن ابن بيئته هو اللي يبدع فيه. اعطيك على سبيل المثال، هناك شاعر ايضا مزج هذه الفنون، واعتقد كان هو السائد في كل الفنون في تاريخ الخليج والجزيره العربي، لكن كل واحد يمارس فنه بطريقته. الا مثلا الشاعر يحيى عمر اليافعي. اليافعي هذا رجل فنان. نعم، يحيى عمر اليافعي قال، يقول ابو معجب، كلها اشعار هذا. فكانت المتداول انذاك اشعار يحيى عمر، وصل الى سينا من خلال اشعاره. سمعت من كم يوم بعض المفردات قاعد تغنى في المغرب ليحيى عمر. يحيى عمر قال قف يا زين، مشهوره الاغنيه، غنيناها بشكل عندنا في الكويت، غنيناها بشكل عندنا في النجد، عند اهل الحجاز بشكل، عند اهل اليمن بشكل. دائما ناخذ هذه الاشعار، من خلال هذه الاشعار تشوف هناك تغير بالايقاع. أنا شايف الأستاذ يحيى لديه في عينيه بريق رد، لكن أبى استأذنه لن يمون عليه، بس بفاصل وجيز وبعطيك فرصة. كان قبل الفاصل الدكتور يوسف السريع من الكويت، وهو مؤرخ وباحث في الفن، يتحدث عن أنه الفنون تتأثر ببعضها، وضرب عدة أمثلة، وكان آخر مثال ضرب يحيى عمر الفنان أو الشاعر اليافعي اليمني الذي وصلت أغانيه حتى إلى المغرب العربي، لكن كل يؤديه بدورها. وتكلم عن أن اليمن مؤثرة كبيرة جدا في فنون الجزيرة العربية، كما أنها تأثرت هي بدورها بغيرها مثل سواحل. الأستاذ يحيى مفرح زريقان الناقد السعودي الفني كان له تحفز للتعليق، بس قطعناه بالفاصل، فليتفضل. دكتور يوسف جميل جدا ما طرحه، لكن أعتقد أنه يعني تجنى علينا وعلى المنطقة. لا، أنا ما أعتقد، أنا أجزم بذلك. ليس من المنطق أن نقول أن اليمن هي من شكلنا فنيا. طبعا هي ما فيها تجني إن شاء الله، لكن احنا نلاحظ يعني ان اليمن تاريخ، وما في يعني احنا نقول، ودائما احنا قبل لا تكون هناك الحدود دائما هناك علاقة نسب وعلاقة أصدقاء وعلاقة تاريخ قبل هذا كله يعني. فلما تيجي تشوف أي فن وتاريخ إلا تجد له جذور من الأوائل الأعواد اللي كانت منتشرة في الجزيرة، اللي هي آلة القنبوس، وهذه آلة من الآلات القديمة اليمنية.